الفيديو ده مش هيكون طويل كعادة فيديوهات التسويق، وعلى الرغم من كده هو من أهم الفيديوهات في كورس التسويق. وخلينا نبدأ على طول بدون أي مقدمات. برامج التسويق، البرامج التسويقية أو الماركتنج بروجرامز زي ما اتكلمنا عنها في الأول واحنا بنفصل العملية التسويقية، وقلنا إنها الترجمة العملية للاستراتيجية التسويقية. وإذا كانت الاستراتيجية التسويقية بتمثل التخطيط اللي هيمشي عليه القطر التسويقي للشركة، فالبرامج التسويقية هي اللي بتحول المرحلة التخطيطية ديت لمرحلة التنفيذ والفعل. وعناصر البرامج التسويقية هم نفسهم عناصر المزيج التسويقي الشهير: الفور بي اس، المنتج أو البرودكت، والتسعير البرايسن، والتوزيع البلاسمنت، والدعاية أو الترويج البروموشن. وفي حالة تسويق الخدمة بتضيف 3 عناصر للمزيج التسويقي: 3PS، وهم الدليل المادي، الفيزيكال ايفيدنس، والعملية الإنتاجية البروسيس، والناس أو العاملين اللي هينتجوا ويوصلوا الخدمة ديت البيبول. لازمة ال3 عناصر اللي زادوا للخدمة هو إن الخدمة كونها بتختلف عن المنتج في شوية خصائص، من ضمنها إنها غير قابلة للتخزين، وما ينفعش تشوفها قبل ما تستخدمها، وما ينفعش ترجعها أو تستبدلها، وصعب جدا إن نفس الخدمة تتقدم بنفس الجودة بالظبط أكتر من مرة. وعلشان كده فكر التسويقيين في ال3 عناصر اللي هيساعدوا في تسويق الخدمة. الدليل المادي ممكن يكون نظافة المكان اللي بيقدم الخدمة، نظافة لبس الناس اللي بتقدم الخدمة، الجو الاحترافي اللي بتتقدم فيه الخدمة زي الموقع الإلكتروني وكروت العمل، البيزنس كاردز، أو العربيات والأتوبيسات الخاصة بالشركة إلى آخره من المظاهر اللي بتحاول تساعد في إثبات إن الخدمة ديت متميزة. أما العنصر الثاني وهو العملية الإنتاجية واللي بيتم من خلالها تقديم الخدمة، فلو هو مطعم وعاوز تتأكد إذا كانت الخدمة ديت متميزة ولا لأ، هتبدأ تراقب عملية تقديم الأكل من أول معرفة طلب الزبون مرورا بتحضير الأكل والنهاية بتقديمه. ولو مثلا هي شركة بتقدم خدمة تصميم وبرمجة مواقع، هتبدأ تشوف العملية الإنتاجية عندهم بداية من معرفة طلبات العميل، وبعديها تطوير الموقع والجدول الزمني لإنهاء المطلوب لحد إنهاء وتسليم الموقع للعميل. أما بالنسبة لعنصر العاملين على الخدمة، فأنت بتشوف مين اللي بيقدم الخدمة دي، إيه مؤهلاته، إيه خبرته، اشتغل فين قبل كده، معاه شهادات في مجال تقديم الخدمة ولا لأ. وكل ما تزيد نقط قوة اللي بيقدم الخدمة في نظر العميل، بتزيد رغبة العميل في إنه يتعاون مع اللي بيقدم الخدمة. طيب ليه اسمه مزيج تسويقي أو ماركتنج ميكس؟ الإجابة التسويقية المنطقية المباشرة هي إن الشركة عليها محاولة التوفيق ما بين العناصر الأربعة للخروج بأفضل شكل تسويقي ممكن. لكن هتعمل إيه الشركة علشان تحصل على المزيج ده بشكل عملي ودقيق؟ هنفترض مثلا إن ناتج المزيج ده هيكون 100%، ومن اسم المصطلح التسويقي مزيج أو ميكس يبان إن الشركة هتمزج المنتج بنسبة معينة مع نسبة تانية من التسعير مع نسبة من التوزيع وأخيرا نسبة من الترويج، وده للحصول على أفضل نتائج تسويقية متاحة. كل شركة بتركز عمليا على عنصر معين من عناصر المزيج ده. ففي شركات بتركز على المنتج، وفي شركات بتركز على التسعير، وفي شركات تانية بتركز على التوزيع، وفي شركات بتركز على الدعاية. دلوقتي السؤال، يعني ايه كلمة تركز؟ كلمة تركز ديت في المزيج التسويقي معناها ان العنصر اللي بتديه الشركة اهتمام اكبر هو نقطة تميزها، وهو المفتاح التنافسي اللي هتنافس بيه في السوق الشركات التانية سواء البدايل او المنافسين. وهو اكيد هيشترك بقوة في صناعة وتطوير الصورة الذهنية عند الناس، البرسبشن، واللي هتستقر في اذهان الناس عن الشركة ومنتجاتها. وإذا كانت الشركة مثلا بتركز على المنتج، فهي بكده بتقدم منتج متميز بجودة عالية بكفاءة هتخلي الناس يشوفوا إن الشركة دي متميزة في المنتج حتى لو على حساب العناصر التسويقية التانية. نيجي للشركة بتركز على التسعير، يعني التسعير بالنسبة ليها هو ميزة تنافسية، ومعنى ميزة تنافسية هنا إن السعر أقل من الأسعار السائدة للشركات المنافسة، وبكده فالشركة اللي بتركز على التسعير هتقدم المنتج بسعر أقل من السائد، وبكده هيجي لها الناس اللي عايزين يشتروا بسبب أسعارها المتميزة. والشركة اللي هتركز على التوزيع هتعتمد على شبكة قوية ومتميزة من الموزعين سواء وكلاء أو وسطاء أو تجار جملة أو تجزئة أو أصحاب حقوق بيع المنتج لفرانشايزرز، وهتحاول تحط المنتج في كل مكان مناسب للمشترين. أما الشركة اللي بتركز على الدعاية فهتحاول الاعتماد في تسويقها للمنتج على عنصر الدعاية والترويج، وهتملي الوسائط الترويجية المختلفة بإعلاناتها وحملاتها الإعلامية وعروض بيعها. نيجي بقى للواقع، مفيش شركة هتركز بالكامل على عنصر واحد بس من عناصر المزيج التسويقي وتهمل باقي العناصر، ولو عملت كده هتبقى شركة فاشلة تسويقيا. لكن الشركة هتركز بنسبة أكبر على عنصر أو 2 من عناصر التسويق، وباقي العناصر هتحطهم في المزيج بنسب أقل. ناخد مثال لشركة عالمية زي شركة مرسيدس، فمرسيدس هتركز بشكل كبير جدا على المنتج وكفاءته وجودته، وهتركز كمان بشكل كبير على الدعاية والترويج لمنتجاتها
لكن السعر بالنسبة لمرسيدس عالي، ومش هتلاقي حد بيروح يشتري المرسيدس علشان تمنها قليل أو متميز، وده معناه إن مرسيدس ما بتركزش بشكل كبير على عنصر التسعير. ده غير إن مرسيدس مش هتلاقيها في كل معرض في بلدك، لكن هتروح تشتريها من أماكن معينة، وده معناه قلة التركيز نسبيا على عنصر التوزيع. معنى كده إن إذا كان المزيج القياسي هو 100%، فمرسيدس مزجت العناصر كالآتي: مجرد مثال، منتج 50%، وتسعير 5%، وتوزيع 15%، ودعاية 30%. طيب ناخد مثال بالمنتجات الصينية المنتشرة في بلادنا. فالمنتج الصيني مش هيركز على المنتج، جودة ضعيفة، ومش بيركز على الترويج والدعاية، تقريبا ما بتشوفش إعلانات للمنتجات الصينية. لكن احتمال تشتري المنتج الصيني لسعره القليل، تركيز الشركة على التسعير، ولأنه متاح في أماكن كتير تركيز الشركة على التوزيع. وبالتالي ممكن يكون المزيج الصيني 100% على الشكل ده: منتج 20%، تسعير 50%، توزيع 25%، دعاية 5%. وفي تسويق الخدمات بعناصر مزيجها السبعة بينطبق عليها نفس الفكر التسويقي، وإن كان بشكل أكثر تعقيد، لكن في النهاية هو مزيج تسويقي على الشركة إنها تستخدم عناصره بشكل تسويقي مميز يضمن ليها النجاح في تحقيق الاستراتيجية التسويقية العامة، وطبع الصورة التسويقية المناسبة في أذهان الناس اللي هي البوزيشننج. ودي نظرة عامة على اللي هنتكلم عنه في الفيديوهات الجاية. وفي الجزء الجاي من الكورس هنتعرف أكتر على عناصر المزيج التسويقي أو برامج التسويق العملية بالتفصيل. ولحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لأن بجد زي ما قلت لك ده بيشجعنا علينا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.